السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة مستر تك. وزي ما وعدناكم بنسخة باك اب لراوتر دي جي 8045 واللي اختفت فيه خاصية الباندويتس كنترول. فاحنا النهاردة إن شاء الله هنسيب لكم في الفيديو ده أكتر من نسخة للباك اب. هتلاقي نسخ في الفيديو نفسه، يعني هتلاقي في حاجة اسمها علامة الاي، هتلاقيها موجودة كده فوق في الفيديو على الشمال، وهتضغط عليها أو هتشاور بالماوس بتاعتك هتلاقي مكتوب مثلا الرابط أو رابط التحميل أو رابط الباك اب، أو هتلاقي مثلا رسمة الراوتر على حسب ما هيظهر عندك، سواء كنت بتستعمل اللابتوب أو الموبايل، طبعا بتختلف من جهاز للتاني. طيب احنا طبعا سيبنا لكم أكتر من نسخة بالسرعات اللي انتوا حددتوها وبسرعات تانية مختلفة، بس طبعا الخطوات اللي انت هتعملها ايه؟ يعني حضرتك ما تتسرعش وتاخد نسخة الباك اب من قبل ما تعرف ايه الخطوات اللي انت هتعملها. مبدئيا ده الراوتر اللي احنا عملنا عليه نسخة الباك اب او اللي احنا سحبنا من عليه نسخة الباك اب. يعني انا دلوقتي خلاص سحبت نسخة الباك اب وهنزلها عندي. هنفتح الاول الراوتر ازاي؟ يعني الراوتر هنفتحه بباسورد ايه؟ تعالوا الاول كده ناخد نبذة مختصرة عن الباك اب. طبعا بالنسبة لطريقة الباك اب احنا شرحناها في الفيديو اللي فات، وهسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو، اللي هي ازاي تسحب نسخة الباك اب نفسها. طيب بعد ما هتسحب نسخة الباك اب، هل الجهاز بتاعك هيفتح على طول بالباسورد بتاعك؟ طبعا لا. هنكتب هنا admin، وهنكتب في الباسورد ده مستر تك ام ار شرطة تي اي سي 8045، وبعد كده لوج ان. ده الباسورد بتاع صفحة الدخول، وفي نفس الوقت هو الباسورد بتاع الواي فاي. يعني لو ضغطنا هنا كده مثلا هنلاقي ان هنا باسورد الواي فاي زي ما انتم شايفين مستر تك ام ار شرطة تي اي سي 8045. هو ده باسورد الواي فاي، وهو باسورد صفحة الدخول، والاسم طبعا في الواي فاي هو مستر تك. طيب ايه الخطوات اللي انت هتعملها بعد كده؟ هل انت مجرد ما هتنزل باك اب هيشتغل النت معاك على طول؟ طبعا لا، النت مش هيشتغل معاك. هتخش هنا على هو، وبعد كده على ستارت ويزارد دي على شكل الكرة الأرضية دي. هتلاقي هنا يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم هنا مكتوب جنب منه @data، هو هنا مكتوب اصفار. تمام. هتكتب مكان الاصفار دي، هتمسح الاصفار وهتكتب اليوزر نيم بتاع الخط بتاعك. طبعا كل واحد مننا له خط مختلف ببيانات مختلفة بيوزر نيم وباسورد مختلفين، دول اسمهم اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة. حضرتك بتجيبهم ازاي؟ حضرتك بتتصل بالشركة على 3 وحايد وبتقول لهم انا محتاج اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة. اما بيجولك في رسالة على الموبايل بتاعك، او بيمليها لك وتكتبها معاك في ورقة مثلا. المهم ايا كانت الوسيلة انت هتاخد اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمة، وعلى فكرة ممكن تجيبهم برضو من الفرع. هتكتب هنا اليوزر نيم، وده بيكون مكتوب جنب منه @data، يعني انت هتلاقيه في الرسالة اللي هتجيلك مكتوب جنب منه @data ومكتوب هنا يوزر نيم. هتقوم كاتب الرقم ده هنا، وهنا هتكتب الباسورد، وبعد كده بتضغط على نيكست. طبعا انت لو عايز الباسورد يظهر لك بتضغط هنا اللي هي شو باسورد، مثلا لو كتبت هنا اي رقم هيظهر معاك، وبعد كده بتضغط على نيكست. يبقى انت هنا بتكتب اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمه بتاعتك انت، وبعد كده بتضغط على نيكست. بيجي لك بعد كده الاسم والباسورد بتوع الواي فاي، وزي ما احنا قلنا ان الاسم مستر تك والباسورد مستر تك 8045. هل انت مطالب ان انت تمشي على الاسم والباسورد دول؟ طبعا لا، ده انت لازم تغيرهم، لازم تغير الاسم والباسورد دول، لان طبعا كل الناس اللي هتاخد الباك اب هتبقى بنفس الاسم والباسورد دول.
فالافضل ليك انك تغيره، بحيث لو في اجهزه قريبه منك معاها نفس الباك اب ده هيبقى معاها نفس الباسورد بتاعك. خلي بالكم من النقطه دي. يبقى هتغير في الاسم وهتغير في الباسورد بتاع الواي فاي وتضغط على سيف. يبقى اول حاجه هتغير اليوزر نيم والباسورد بتوع الخدمه، هتكتب بتاعتك انت، هتكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعك انت. وبعد كده هتغير في اسم وباسورد الشبكه، طبعا هتكتب الاسم اللي انت عايزه بالباسورد اللي انت عايزه، وبنضغط بعدها على سيف زي ما عملنا كده. هيتبقى حاجه تانية اللي هي الباسورد بتاع صفحه الراوتر، وده اختياري ليك انت، عايز تغيره او تسيبه زي ما هو مفيش مشكله. هو بيبقى من الاكونت مانجمنت، وبعد كده edit، وهنا بتكتب الباسورد القديم اللي هو مستر تك 8045، وهنا بتكتب الباسورد بتاعك الجديد مرتين، مرة فوق مرة تحت، وبعد كده تضغط على سيف، يعني مرة في نيو باسورد ومرة في كونفيرم باسورد، وبعد كده بتضغط على سيف. الخطوات دي مهمة جدا، ومن غيرها طبعا النت مش هيشتغل. زي ما احنا شايفين، زي ما احنا كده شفنا في الإعدادات، هنا كده هتلاقي كان مكتوب أصفار أو مكتوب أرقام ماهيش بتاعتك، دي لازم تتغير. وزي ما قلنا في الباسورد بتاع الواي فاي طبعا هيبقى متشابه مع كل الأجهزة اللي هتاخد نفس الباك اب ده، فبرضه لو صدف إن في حد قريب منك عنده نفس الباك اب هيبقى نفس الباسورد، أو هيبقى عارف الباسورد بتاعك ويقدر يخش على الإنترنت بتاعك. فلازم تغير لبياناتك وتغير للباسورد بتاع الواي فاي بتاعك، تغير الباسورد يكون باسورد خاص بيك انت. طبعا يا جماعه في الروابط اللي احنا هنرفعها هتلاقي مكتوب تحت السرعه اللي انت عايزها او السرعه اللي انت اخترتها، فكل واحد اختار سرعه معينه يقرا برضو في الرابط السرعه بتاعته موجوده ولا لا، بحيث ان هو ما يحملش اكتر من رابط يعني عنده. وطبعا براحتك، عايز تحمل اكتر من رابط باكتر من سرعه وتجرب عندك مفيش مشكله. وبرضو ما زلنا بنستقبل تعليقات سواء في الفيديو اللي فات او هنا براحتك، بس يعني يستحسن يكون في الفيديو اللي فات بحيث تكون العمليه مرتبه شويه. لسه مستنيين تعليقات، اكتب التعليق. لو انت ما لقيتش السرعه اللي انت عايزها اكتب تعليق بالسرعه اللي انت عايزها بالرقم اللي انت عايزه، وبرضه هنرفع لك لباك اب. وهسيب لكم طبعا رابط الفيديو اللي فات بحيث تكتبوا عليه السرعات اللي انتوا عايزينها. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقه ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوهولي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد على أسئلتكم واستفساراتكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.